مساء الخير، معاكم دكتورة فرناز عطية من القاهرة. طبعا احنا بنتكلم عن المفكر السيد عبد الله أوجلان في إطار حملة لدعم حريته. طبعا في بداية الأمر أكيد أنا مهتمية بالموضوع، لأن بداية معرفتي بقضية السيد عبد الله أوجلان وأفكاره والقضية الكردية عامة كان من خلال المركز المصري للدراسات الكردية مع دكتور رجائي فايد. وطبعا تعرفت إلى القضية الكردية وأفكار السيد عبد الله أوجلان. وكان طبعا أهم الأفكار التي يعني أنا شخصيا اهتميت بيها الأمة الديمقراطية، يعني التعاونيات. طبعا فكرة الأمة الديمقراطية ليها أهمية لأن هي بتدعو للتعايش، إن مزيج من الشعوب المختلفة أو مزيج من القوميات المختلفة ممكن أن يتعايشوا. هذه القوميات لا تقوم على عرقيات فقط، وإنما تقوم على ثقافة يمكن أن يتعايشون من خلالها تعايشا سلميا. ومتهيألي تطبيقا لنموذج الأمة الديمقراطية هو الفيدرالية التي شاهدناها في شمال سوريا، التي تضم عدد من العرقيات، عدد من الديانات في شمال سوريا تحت مظلة واحدة وهي الفيدرالية. ومن ناحية أخرى فكرة التعاونيات، طبعا وخصوصا ان في وقتنا الراهن مشكلات كثيرة اقتصادية تتعرض لها منطقة الشرق الأوسط ومشكلات سياسية. اعتقد ان فكرة التعاونيات ده برأيي يعني وجود لا مركزية واعتماد المناطق على نفسها في الإنتاج والعمل لتوفر إنتاج لها يدعمها اقتصاديا. ده طبعا أعتقد من أولويات الشعوب دلوقتي، وخصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تعيشها معظم شعوب الشرق الأوسط. وبالتالي في كون الدولة إن هي تكون منتجة وتعتمد على نفسها حتى لو في شق معين أو مجال معين من مجالات الاقتصاد، فده سيوفر قوة للدولة، وبالتالي ده يعتبر حل لمشكلة من المشكلات التي نعيشها في الوقت الحاضر في منطقة الشرق الأوسط بل وفي العالم أيضا. من ناحية تانية فكر السيد أوجلان ونظرته للمرأة، فهي لا ترى المرأة في القالب البيولوجي فقط، وإنما تنظر للمرأة بأبعاد أوسع من ذلك، إلى ثقافة المرأة، إلى تواجد المرأة، إلى دورها في المجتمع، إلى أهمية المرأة كعنصر عامل وفعال في المجتمع. فطبعا الأفكار دي مجموعة من الأفكار التي إذا قمنا بالاهتمام بها وتبنيناها بشكل معين، فإن هذه الأفكار قد تساعد في حل كثير من الأزمات والمشاكل لكثير من المجالات في دول الشرق الأوسط. طبعا بالنسبة لي دعم حرية السيد أوجلان، أرى أن من الضروري أن احنا نبدأ بالتوسع في الحملات، نشر أفكاره على نطاق واسع، التعريف بأفكاره، التعريف بالقضية الكردية وكيفية دعمها
سواء من خلال القوى الناعمة زي ما قلنا قبل كده لرجل الشارع العادي، وليس على مستوى المثقفين فقط، يعني لكسب أكبر تأييد للمناداة بحرية السيد أوجلان ودعمها.